دكتور إدريس، على ذكر بأن الجزائر النهارده هي العنوان الرئيس في الجزء الأخير من حلقة النهارده، خدت السيارة مرة وحكيت القصة دي قبل كده من الجزائر للصيف في الجنوب، رحلة خدت بالسيارة شرق هي شرق الصيف، شرق الصيف والشرق الصيف لملعب وفاق الصيف، والرحلة خدت من 4 ل 5 ساعات بالسيارة، وحقيقة كانت يوم ممطر فظيع جدا. لكن عايز أقول لك الخيرات التي رأيتها بأم عيني ربنا يديمها على الجزائر من الجزائر للصيف على مدى البصر لمدة 4 5 ساعات، والله تحيي أمة، تحيي أمة. أنا بكلمك على طريق واحد 4 5 ساعات. أنا شفت من الجزائر للصيف أكتر من 30 40 ملعب جولف، ربنا اللي خالقهم ما فيهمش إلا إنك تحفر حفر. لم أشهد مشهد راكور، كل الزراعات لون أخضر، حقيقة خيرات الله. 4 5 ساعات يا جماعة بلا نهاية على مد البصر، بلا نهاية، لدرجة انك مع لحظة من اللحظات كلمة سبحان الله على قدر ما هي عظيمة وشاملة تجد ان هي عايز تقول حاجة اكبر من كده، عايز تقول على النعم. نحن نملك الكثير يا دكتور ادريس. نعم حقيقة صح. انت تمشي 300 كيلومتر فقط بس. الجزائر لما تمشي في ساحلها 1200 كيلومتر. عارف عندما تنطلق الطائرتين تنطلق من الجزائر العاصمة متجهة لاسطنبول، والطائرة تنطلق من الجزائر نحو جنوب الجزائر يصل في نفس التوقيت. المسافة بين الجزائر واسطنبول تقريبا هي المسافة بين الجزائر وجنوبها، يعني أنت مع بلد قارة بالظبط. وهي والسودان دي سلة غذاء للأمة دي، ما تفكرش في الأكل بالضبط. يعني. إذا نحن مع أمة تملك جميع الإمكانيات، لكن لا تملك حريتها للأسف الشديد، لا تملك حريتها. عندما نفتك حريتنا من الطواغيت، من الحكام، من أعوان ووكلاء الغرب الذي تركنا، ولكن ترك من بيننا وكلاؤه الذين هم الآن مسيطرين على خيرات البلاد، وهم يقدمون الجزية للغرب للأسف الشديد. يقدم الجزية للغرب. لابد أن نستعيد حريتنا ونستعيد أن نحقق ديمقراطيتنا، ويكون للإنسان العربي وللإنسان المسلم في بلاده القيمة التي يستحقها، ولابد من جميع طاقاتنا أن توضع في بلادها. نحن الآن نعرف بلدان ومن بينها تركيا كانت في وضع سيء للغاية، لكن عندما قرر الشعب التركي أن يغير وضعه ويأتي بحكام يخدمونه حق الخدمة، نجحت تركيا. نحن لسنا أقل شأنا من تركيا، مصر، الجزائر ليست أقل شأنا من تركيا، نملك جميع الإمكانيات، لكن هذه الدكتاتوريات، هؤلاء الذين وكلاء الاستعمار الذين تركونا تحت التبعية الاقتصادية للغرب، لا يريدون لنا أن ننهض. إذا لابد على الشعوب أن تواصل معركة الوعي. أنا أؤكد على معركة الوعي بطريقة سلمية تحافظ على الأوطان وتحافظ على الدول وتحافظ على المؤسسات الاستراتيجية اللي الدول على رأسها المؤسسة العسكرية التي لابد أن تكون ضامنة للأوطان، ومهمتها تحرير فلسطين، حماية الأوطان وتحرير فلسطين، ليس الانقضاض على الحكم في شعوبها والتسيد أو التغلب على شعوبها، بل تكون البندقية موجهة للكيان الصهيوني وموجهة لأعداد الأمة وليس لأبناء الوطن، لأن هذه المؤسسة هي ملك لشعوبنا وهي درع لشعوبنا، لابد من حمايتها والتعاون معه، وهذا لا يأتي إلا بمعركة الوعي. وأؤكد على كلمة معركة الوعي، ومن بين هذا البرنامج الذي أعتز بالحضور فيه، هذا الذي يساهم في النشر الوعي، ونتمنى أن يتوسع أكثر وأكثر، وأن تكون برامج أخرى يعني مساهمة في نشر الوعي بين شعوبنا العربية والإسلامية. محلل السياسي العربي قبل أن يكون جزائري دكتور إدريس ربوح، دمت رابحا بإذن الله. آمين. بشكرك شكرا جزيلا.